انا متضايق جدا من لعيبه الزمالك مش واخده حقها في المنتخب. بيتكلموا عن انجازات وحاجات عملها وانتم مش فاكرين منها حاجه. وبنسبه كبيره جدا عمر جابر مثلا ما السبع ما اتخدش مع ان الناس كلها اشادت بيه. وفي انديه ثانيه بياخد اثنين في مركز واحد. اه للاسف كل يوم بنشوف بلاوي زي دي، معلش ربنا يعافينا. الاخ شحاته لعب دقيقتين اتصاب، وده شيء طبعا وارد، بس طبعا ازمه عندي انا. ايوه يعني ثواني بس اكمل. بس عندي ازمه ان عندي كل 4 ايام انا بعمل فريق جديد في الزمالك. اهو شفتوا الفيديو واضح ومش محتاج اي شرح. عندك حسام عبد المجيد النهارده احسن مساك في مصر، يلعب بره احتياطي. بس انا مش عايزكم تستغربوا من انفصالهم عن الواقع. في عندك عواد واخد بقى ليه دور كبير في بطوله افريقيا، ماتش السوبر، وهو يعتبر من الناس اللي ساهمت في البطوله. النهارده موجود احتياطي في ماتشين وما خدش فرصته، وجولين تانيين لعبوا. ني كل دوت هخليني كراجل مشرف على الكوره هرجع لمجلس الاداره ولجنه الكوره، هطلب من عدم انضمام لعيبه الزمالك لمنتخب مصر. حسام حسن وابراهيم حسن ايه؟ بنسبه كبيره جدا، وده حصل في انديه كتيره جدا، وفي لعيبه اعتذرت عن منتخب مصر، واخد راي المدير